تعالَ جِبت لك تشكيل الزمالك أمام بيراميدز، وجِبت لك برضه تشكيل بيراميدز أمام الزمالك، تعالَ نشوف تشكيل الزمالك المتوقع، لأ تشكيل الزمالك الصحيح اللي هيلعب بيه النهارده قدّام بيراميدز، يالّا. في حراسة المرمى المهدي سليمان قدّامه عبد المجيد والونش، النهارده حاطط محمد إسماعيل في نُص الملعب، بيلعب بفتوح ناحية الشمال، عمر جابر ناحية اليمين، ودي الحاجة الجديدة اللي عملها النهارده، بيلعب بالونش وقدّامه محمد إسماعيل في خط النُص. بزيرة وعبد الله السعيد والدباغ وناصر منسي في الهجوم، كده هو الدباغ وناصر منسي هم اللي في الهجوم، بزيرة وعبد الله السعيد بيلعبوا من وراهم، ومحمد إسماعيل في قلب الملعب عشان يملى الملعب هو ومحمد شحاتة. إيه رأيك في تشكيل الزمالك النهارده اللي هيلعب قدام بيراميدز؟ تعالَ بقى نشوف تشكيل بيراميدز اللي هيلعب قدام الزمالك. تشكيل بيراميدز طبعًا الشناوي في حراسة المرمى، جلال وسامي حمدي اللي كان بيلعب في الزمالك، الشيبي، مهند لاشين في نُص الملعب، ناصر ماهر اللي لسه منتقل برضه إلى بيراميدز، وقطة، وده اللي عندي يعني تساؤلات كتير عليه، قطة ده المفروض يبقى في المنتخب أصلًا، قطة لعيب عالمي، زيكو ومايلي وزلاكا، خط هجوم ناري، في 8 أو 6 في الأرض لو خدوا إنذارات النهارده مش هيلعبوا لقاء الأهلي اللي جاي. إيه رأيكم في تشكيل بيراميدز اللي هيلعب قدّام الزمالك، وإيه رأيكم في تشكيل نادي الزمالك اللي فيه اختلاف شوية عن كل المباريات اللي فاتت؟ وعندي عتاب لكابتن معتمد جمال، الأولاد الصغيرين اللي طلعوا، ليه بقوا يقعدوا حتى وما يشاركوش؟ يعني سواء محمد إبراهيم، محمد السيد، إيشو، خضري، في لعيبة كتير كانت بتاخد، بطّلت تاخد ليه؟ هو ده بس اللي عايزين نعرفه. لكن تشكيل الزمالك أهو، تشكيل بيراميدز أهو، إن شاء الله بالتوفيق لنادي الزمالك، إن شاء الله على خير. سلام.